يحولها إلى سيئة، إذا كانت حسنة يحولها إلى سيئة بأي حال من الأحوال. كان يقول مثلا والله فلان يفعل كذا كذا، ترى هذا منافق، مع العلم أنه يعرف لك أنت. شيخ الله يسعدك، عندي حلمين قصيرة مرة، ممكن؟ تفضلي. الله يعطيك العافية. حلمت في أعطينا رمضان. المنام. يلا يلا. طيب بس أخذ نفس، بس شوي انقطع النفس. وطني. نعم. أيوة يا شيخ، الله يعطيك العافية. شيخ أول في نعم. بداية رمضان، في الأوائل في رمضان، حلمت أني كأني في يعني في غرفة، الغرفة فوق في السطوح يعني زي الروف، وكبيرة جدا الغرفة ما شاء الله تبارك الله، وبس ربع الغرفة فيها الموكيت الفرشة هذه على لون ذهبي. فكان في رجل أنا أنت قلتي هذا المنام قبل كذا؟ لا ما قلت والله. قلتي هذا المنام؟ لا والله أول مرة يلا أقول. فكان يلا يلا. أيوة يلا. كان في على باب الغرفة في رجل يعني ما أعرفه أول مرة، اسمه بهاء، ما أعرف ولا قد مر علي هذا الاسم يعني أبدا. فيقول لي، فكان يقول هذه الغرفة يبغى لها موكيت وكذا 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 يعني على الغرفة. فكنت أسأله أنا، أقول له أنت تعرف يعني لك خبرة في الموكيت أو عندك محل؟ يقول لي لا ما عندي، يمكن عندي خبرة بس ما عندي محل. وخلاص. وبعدين انتقل يعني في نفس الشيء اللي أشوف الحلم يعني زوجي ومقابله رجل آخر، وأنا كنت واقفة. فكان يقول الرجل يقول لزوجي نخرج السوق ونجيب الموكيت الغرفة، اسم الرجل مجيب أو نجيب، اسمه يا مجيب يا نجيب. فكان يقول شو اسمه يبغى له موكيت ويبغى له الغرفة، يعني نفس الشيء نفس الكلام الأولاني. فكنت أقول للرجل أنت عندك خبرة على الموكيت أو عندك محل حقت موكيت؟ فقال لي لا ما عندي خبرة. وشوية أنا يعني سمعت كأنه صوت مطر، ونزلت على السطوح وكنت أجري كذا فرحانة مرة في المطر أنا وولدي صغير، وكنت أجري مرة يعني كان المطر يعني الحبة المطرة كذا ثقيلة شوية، فكان يعني أحس ضربته على راسي، وراسي أنا في فراغ في راسي، فكنت أحس الضربة على راسي. فكنت مرة مبسوطة. دخلت عليهم على السطوح وكنت أقول لهم اليوم ما حنقدر نروح السوق عشان المطر يعني غزير. بس وبعدين انتقل الحلم في نفس الحلم، والله يا شيخ في نفس الحلم اني انا كنت في سور عالي جدا، اشوف من فوق السور تحت بحر، يعني اطول من فوق السور تحت في بحر، وكان ما بين الوقت كان ما بين الظهر والعصر شويه، والبحر كان جدا حلو يعني. فشويه اشوف شو اسمه يعني الحوت كبير جاي من هناك الى طرف الشاطئ، وكنت انا شاكه ما بين انه هذا حوت او دولفين. انقلب الحوت وانتفخ صار زي البالونه، انقلب الحوت وكنت ابغى اعرف هو حوت ولا دولفين. شفت من ظهر الحوت يعني انقلب الحوت فصار بطنه ابيض وظهره صار الكحلي على رمادي، فقلت هذا حوت. بعدين هو على نفس الشاطئ يعني في طرف الشاطئ جدا في على البحر، يعني ما بين الحوت وقارب في رجل تقريبا حقة متر أو مترين، فكان يسحب الحوت زي البالونة يعني سحب مرة سهل، يعني كأن الحوت بالونة في خيط كذا، وكان يسحب الحوت يعني يبغى يدخله على البحر. بس والله انتهى الحلم. الحمد لله انتهى، لأن حتى التيك توك احتجوا عليك، كل العالم يقولون ما يطلع. وصل عبد الله. مرحبا يا عبد الله. اسمعي يا وطني الحبيب. طيب. ركزي معي. هو هذا. لحظة يا أم الجوهرة، قفل المايك يا عبد الله. وطني، خليني أسأل عن النظارة وعن الوجه، سواء أنت أو الزوج عندكم مشاكل بالجلد؟ أنا عندي مسام الوجه. إيه بالوجه. أيوة يعني أي أحد يشوفني يقول مسامات، أنا عندي شوية واسعة. أي برضو مشاكل بالرأس، بأماكن بالرأس؟ أيوة أنا عندي تساقط في الشعر وفي فراغ في الشعر، ونفس المطر اللي أنا حسيت إنه كان متساقط يعني حسيت ثقله على نفس المكان اللي فيه فراغ في شعري. شوفي أنت تدرين أنا أمنيتي وش يكون؟ أنا أمنيتي لما أكون ماسك خط مسافر أنه أقدر أفتح البث وأطلع قستات ل3 ولا 4 من النساء. عشان إيش؟ ممكن يبدون يتكلمون وأنا طالع من الطايف وما يسكتون إلا داخل الرياض، يقطعون عني الخط، يريحوني من الطريق، عشان لا أشغل شيء يعني يغضب الله سبحانه وتعالى، ولا أرد على أحد جوال ولا شيء. أخليهم أقول لهم وش حلومكم أو وش علومكم، بس أقول لهم مساكم الله بالخير، أعطونا علومكم وأخباركم، واسكت أنا وخلاص. هم ينطلقون ما يسكتون لين أدخل الرياض. الله لا يلفهك، الله لا يسفهك. اسمعني آخر كلمة، ما عاد بقول شيء غير ذي. وراح الخط علي وأوصل الرياض 8 ساعات، الوحدة منكم كأنها بالعة بطارية. طيب عموما الله يزيدك من علمه يا شيخ، الله يزيدك من علمه يا رب. ويكون عندنا حب وشاهي يكون موجود، نفصفص ونسمع. الله يبارك فيكم. شوفي، لأنه أنت أنا خفت تعيدين المنام مرة ثانية. أنا سألت سؤال قلت فيه كذا في تقرحات في الرأس،
قلت ايوه حبه البرد الكبيره هي تنقرني في الراسه حقتي. طيب عرفتي؟ استغفر الله العظيم. يلا حظك اقشر اليوم، جت الفصل عندك انت. والله اني ما كنت اتمنى، كنت ابغاها على احد الشباب، لكن حظكم اقشر. مسموح انتم زي يا شيخ، الارنب. مسموح، خذ اسمع راحتك. الله يرحم امك. انا مسموح. المهم هذا اللي حاصل. انتم زي الارنب. الحين الارنب، انا اذكر زمان كنا نصيد الارنب، وش نسوي؟ نرمي بالحجر كذا وهي تجي طايره وتدخل تجي قدام الحجر، يعني ما تخليه هو يروح لها، هي اللي تعرض نفسها له. فهذا يسمونهم الارنب، تعرض نفسها على الحجر، تروح تذبح نفسها بنفسها. فانتبهوا طيب شوفي، هذا المنام يدل على الموكيت وما الموكيت والاشياء اللي ذكرتيها، والبحر والارتقاء فوق، وان البرد جت على المكان هذا اللي فيه فراغ في الراس. هذا يدل كله على شفاء عندك انت من امراض جلديه او من وقائع حصلت بالجلد وانت تعالجي منها او ما عالجتي، هذا يدل على سلامه وشفاء منها. وكذلك يدل على ربما علم تنتفعون فيه، وكذلك يدل على اسال الله العظيم رب السماوات والارض ان يرزقكم الراحه والنعيم، لانه اشوف انه يعني ما في استقرار كثير. اللهم. طيب يا شيخ، وبهاء ونجيب؟ هي انا ايش قلت؟ بهاء ونجيب والمكت اللي قلتيه، كل هذه انا فسرتها بجمله واحده، لكن انتم مناماتكم طويله وانا تفسيري كلمتين. ايش يصير؟ طيب يا شيخ الله يسعدك، بس حلم شفته في بنتي، الله يسعدك ويفتح عليك يا رب. والله لو تنطين ويطلع في راسك نخله في المكان اللي جت فيه البرده هذه، اني ما اسمح لك بالمنام الثاني. انا ما صدقت يخلص هذا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. قبل لا تهوشني بس يا شيخ، أمي عندها حلم وأنا عندي حلم، اختار من تقول عشان ما تطردني. امك عشان لو صار طرده تجيلس انت. طيب. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ أنا حلمت قبل 3 أيام، كان زوجي الله يرحمه هو وحرمته الله يرحمها، حرمته الكبيرة، جالسين بالمجلس اللي حنا دائما نجلس فيه، وانا هناك كان انشر ملابس واطالع لهم، هم قاعدين يسولفون علي، هم متقابلين يحليلهم مستانسين، وانا اطالع لهم وكانوا كانوا يسولفون ما ادري ايش يقولون، وكان يرد عليهم وهم مستانسين اشوفهم ايش يحليلهم. هذا المنام الاول. المنام الثاني الله يعطيك العافيه، هم بعد صغير مره، اقول مجتمعين في الجنه وخلوك في الدنيا. الله امين، اللهم امين، اللهم امين. طيب يا شيخ قبل تطردني عادي اقول لك شيء؟ قولي. شوف انا بتخرج واتوقع هذا الحلم سوى التخرج، ايش رايك اقول لك؟ قولي يلا. طيب اخوي الكبير اللي هو اخوي من ابوي حلم بابوي انه قاعد يساره، فهو قاعد باليسار. قاعد ايش؟ قاعد يساره على جنب. اخوك شاف ان الوالد جالس على يسار على يده اليسار. اي علما اني انا توفى ابوي الله يرحمه عمري 2 شهرين، يعني ما شفتها. فيقول اخوي انا قاعد اصيح، يعني انادي اسمك، اقول تعي شوفيه بلا تروح خل تشوفك بس، وانتهى الحل. اللي شاف المنام من هو انتي؟ لا اخوي الكبير، يعني اخوي من ابوي. يزهم باسمك انت، يقول يا فلانه تعالي شوفي ابوي قبل لا يروح. ايوه يقول لابوي لا تروح ما شفتك كذا يعني. ما شفت فيه شيء صراحه، ما شفت في المنام شيء، لانه احضار الميت في مثل الرؤى هذه انا ما رايت فيه شيء رمز اقدر افتحه، لانه الله العالم. ما في شيء، والله ما في شيء. يمكن اسمي يعني لو اقول لك اسمي له رمز ولا لا؟ والله ما ادري عاد. مو انت الجوهره هذه؟ ام الجوهره. اي بس انا لا، ثانيه اميره. هو يقول اميره تعالي. يا بنت الحلال والله انهم غلطانين، سموك اميره، كان سموك ارنب. اوكي شكرا يا شيخ. الله يبارك لك. شوفي ادعي الله سبحانه وتعالى ان الله ييسر امرك، مو بتنتظرين منام عشان يتحقق شيء. لا ان شاء الله إيه. الله يرزقك يا رب ويفتح لك بركات السماء والارض. يلا طيب. امين، دعواتك يا شيخ. انا بشوف وشو انا حلمي وش فسرتها تقول شو حلمي؟ قلت لها هم في الجنه ان شاء الله، اسال الله يكون من اهل الجنه. شفتيهم متقابلين ومرتاحين مبسوطين. ام فهد، ليش افسر المنام بعدين ترجعون تقولون وش قلت؟ يا انكم مسرحين يا انه انا ما وضحت الا. ام فهد شكرا يا محمد، اسال الله يبارك فيكم، داعمينا الحبايب حبايبي، اسال الله يبارك فيكم يخلف عليكم خير. ليش في حد يلاحق الحين ولا ايش قصتك؟ ايوه يا شيخ. ايش فيكم صاملين لين تطلعون؟ اذا طلعتوا طيب خليني اتكلم الى ان تلقطين النفس. خليني اقول لكم شيء. تمام. سبحان الله العظيم، الحاسد والحاقد والغيور بغيرة غير مبررة، هذا دائما يحاول بجهد المستطاع أن يصل إلى الشخص اللي هو حاسده أو حاقد عليه
او غيران منه في مستوى معين، سواء في مال او في رزق او في مرحبا فيه او في اي مجال من مجالات الحياه. هذا وش يسوي؟ يبدا يتصيد له في الماء العكر، ويشتم هنا ويسب هنا ويقذف هنا ويغتاب هنا. في هذا الشخص يذكر بسوء في كل مكان، حتى وان كانت حسنه يحولها الى سيئه. اذا كانت حسنه يحولها الى سيئه باي حال من الاحوال. كان يقول مثلا والله فلان يفعل كذا كذا، ترى هذا منافق، مع العلم انه يعرف انك انت تفعل خير، لا يحاول يدلس، يدخل السم في العسل. ليش هذا الشخص بهذا الحال؟ وليش هو تطور اصلا؟ اذا احنا اعطيناه بال او ردينا عليه الصوت او اخذنا وعطينا معه او حسسناه سواء بشكل مباشر او غير مباشر بانه انت انسان مهم، يرتفع ويبدا ويزود ويصير شخص معروف. وللاسف هو يعرف بسوء، لكنه يعرف، وهذا طموحه هو انه يعرف فيرتقي على الاكتاف حتى وان كان بسوء. طيب وش الحل في مثل الاشخاص هذول؟ سواء حاقد او حاسد او ايا كان، على طول مباشره نسفه سفه تماما، ولا نلتفت عليه اطلاقا. وحتى ان كان لنا عليه حقوق نتركه، ما نتركه لله، لا، نتركه ونطلب انه احنا نقتص منه. نعم، نطنش على قولتكم، انه نقتص منها على الصراط المستقيم، نتقاضى حقوقنا هناك فيما في الوقت اللي ما يستطيع ان يكون عنده محامي ولا عنده احد يدافع عنه هناك. قاضي القضاة موجود، وعلم الغيب موجود، وكتاب منشور ما فيها احد يقدر يتخبى. لذلك انا اقول انه نتجاهل او نطنش او نترك سفهاء الخلق عندما تشوفون انه والله بدا يغتاب او يسب او يقذف بالكلام او يحاول يسيء او يحاول الانقاص من وزنك او من حجمك او من مكانتك، فابدا اذا تركته فهو كانه يصبح رماد او اسوأ من ذلك. التيك توك شغال، ولا كان قلت كلام شويه حار، لكن التيك توك على طول يحضرون بعض الكلمات.